انا جايه لكم قد السيستمه قد السيستمه. بصوا، على قد ما انا كنت فرحانه بالزراعه بتاعتي وكنت سعيده، ولكن احب اقول لكم ان ديت ما طلعتش زرعه فراوله. انا زرعه فراوله، انا زرعه فراوله في هذا الاناء وانا متاكده منه. المفروض ان انا كنت زرعه هنا بذرتين، جوزي كان جايب ما اعرفش هما البذرتين دول اصلا كانوا كبار كده ومدورين، ولكن ما طلعوش. فانا نضفت الاناء منه كبير، قلت بقى عشان اطلع فراوله كتيره بقى وحاجات من دي، وزرعت الفراولة. فالمكان اللي طلع فيه الفراولة الأماكن اللي أنا كنت زرعها فيها الفراولة، فأنا تخيلت إن دي زرعة فراولة. فلو سمحت يا جماعة، لحد لو حد ليه في الزراعة وكده، لو عرف ايه نوع النبتة دي يقول لي، عشان أنا ما اعرفش ايه نوع النبتة دي للأسف. دي أول حاجة. تاني حاجة، ما طلعتش فراولة للأسف، فأنا أنزل أشتري فراولة عشان أزرع فراولة، لأن أنا كنت متحمسة جدا للزرعة ديت وعمالة أقول بقى هطلع فراولة. وبعد كده يعني دماغي اشتغلت، لقيت نفسي بقول طب هي ازاي الفراولة هتطلع في نبتة ضعيفة زي كده؟ الفراولة تقيلة، يعني المفروض تبقى يعني حاجة متناسقة. فقمت رايحة جايبة مراحل زراعة نبتة الفراولة بقى وكده. فلقيت نبتة الفراولة شكلها مش بالمنظر اللي انا شايفاه دوت. الأوراق بتاعتها مش رفيعة كده، الأوراق بتاعتها شبه يعني عريضة، شبه بتاعت اللي هو مثلا ورق العنب مثلا، بس مش زيها، بس عريضة يعني مش رفيعة بالمنظر ده. فللاسف دي ما طلعتش نبتة فراولة. ما اعرفش نبتة الفراولة راحت فين، الفراولة عندي راحت فين ما اعرفش. ولكن انا هجيب فراولة وازرع فراولة. بس هي وردتها حلوة، بس انا ما اعرفش ايه النبتة دي بصراحة يعني. دي ممكن تكون البذرتين اللي كانوا زرعتهم، مع اني نضفت التربة وكل حاجة، بس مش عارفة بصراحة. المهم يعني لو حد يعرف ما هذه النبتة، ده شكلها، يقول لي لو سمحتوا. وباي باي.